السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، رمضان مبارك سعيد باش ما تمنيتو بالصحة والعافية ومغفرة الذنوب. اليوم غنهضروا على اللاعب المغربي محمد امين احترين اللي كتقول بعض المصادر انه في الطريق ديالو لتمثيل المنتخب الوطني المغربي بعد الاخطاء اللي دار في الماضي. محمد امين احترين لاعب فالبيك الهولندي خرج بتصريح كيأكد فيه باللي راه دابا في المسار الصحيح بعدما رجع للملاعب وتجاوز المرحلة الصعبة اللي دازت عليه. قال باللي تعلم من الاخطاء ديالو ولقى الراحه في التقرب من الله والعائله. احترين اكد انه بخير وكيلعب الدقائق اللازمه مع فالفيك ووالدته فرحانه به، وهذا هو الاهم بالنسبه ليه. وقال انا مغربي دما وقالبا، كنمشي للمغرب كل عام، كل شيء اللي وقع راه فات ومضى. على المنتخب المغربي قال باللي كيشوف جميع المباريات مع عائلته وكيركز على صلاته لانها كتعطيه الهدوء والسكينه. وزاد الدين والعائله عندي في المقام الاول وبعد ذلك تجي الكره. احترين تكلم حتى على التجربه ديالو مع يوفنتوس اللي ما نجحاتش، وقال كنت صغيرا ودرت اخطاء، ولكن يوفنتوس فريق كبير وان شاء الله نرجع ليه كرجل بلا هفوات. اما على اختياره للمنتخب الهولندي عوض المغربي قال كنت صغير وهولندا هي اللي جات الاولى عندي وكنت لاعب مع الفئات ديالهم، ولكن قلبي ودمي مغربي، كنحترم المغاربه اللي ما عجبهمش الحال والاختيار ديالي، ولكن الخير فيما اختاره الله. حاليا احترين كيلعب مع فالفيك، شارك في 16 ماتش وسجل 3 الاهداف وعقده غيسالي مع نهايه. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى. التقارير الاعلاميه تتقول بان ابراهيم دياز لاعب ريال مدريد كاين ضمن الاسماء اللي ممكن ليفربول يفكر فيها كبديل لمحمد صلاح في حاله رحيله الصيف الجاي. التقارير اكدت بان ليفربول كيدرس امكانيه التعاقد مع دياز باش يعزز مكانته الهجوميه، خصوصا وان اللاعب المغربي عنده امكانيات تقنيه كبيره وكيجيد اللاعب في اكثر من مركز هجومي، الشيء اللي كيخليه خيار مناسب للفريق الانجليزي. دياز هذا الموسم كيلعب مع ريال مدريد وقدم مستويات زوينه في المباريات اللي شارك فيها رغم المنافسه الكبيره في مركزه مع لاعبين بحال فينيسيوس جونيور رودريغو وبلينغهام، ولكن مشاركته ماشي منتظمه، وهذا الشيء كيخلي بعض الانديه الاوروبيه الكبيره بحال ليفربول تفكر فيه كاحتمال لتعزيز صفوفها. اللاعب المغربي كيتناسب مع اسلوب ليفربول بحيث عنده مهارات فرديه، سرعه وقدره على اللعب بين الخطوط، وهذا الشيء اللي كيحتاجه الفريق في حاله رحيل محمد صلاح. لكن لحد الساعه ما كاين حتى عرض رسمي غير اهتمام من طرف النادي الانجليزي. غادي نبقاو متابعين اي جديد على هذا الموضوع، وفورا ما يكون شي مستجد غادي نشاركوا معكم التفاصيل. اكد مانويل بيليغريني مدرب ريال بيتيس غياب لاعبيه المغربي عبد الصمد الزلزولي على مباراه الفريق ضد ريال مدريد والتي كانت يوم السبت في اطار الجوله 26 من الدوري الاسباني، والتي انتهت بفوز ريال بيتيس على ريال مدريد. ويعتبر غياب الزلزولي خساره للفريق، خاصه ان اللاعب قدم مستويات مميزه في الفتره الاخيره مع الفريق الاندلسي. وأوضح بيليغريني في الندوة الصحفية التي سبقت المباراة أن الزلزولي تعرض لضربة قوية في التدريب وهو ما منعه من المشاركة في التدريبات بشكل طبيعي. وأضاف المدرب أنه بالرغم من هذه الإصابة فإنه يتوقع أن يكون اللاعب جاهزا للعودة إلى التدريبات بشكل كامل في غضون يومين. وفي الوقت نفسه أكد بيليغريني أن غياب الزلزولي لن يؤثر بشكل كبير على خطط الفريق في المباراة ضد ريال مدريد، حيث سيعتمد على اللاعبين المتاحين حاليا لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في المباراة المهمة. الزلزولي الذي يعتبر من ابرز اللاعبين ديال ريال بيتيس هذا الموسم تعرض لاصابه مفاجئه في احدى الحصص التدريبيه الاخيره، مما اجبره على الغياب عن المباراه القادمه ضد ريال مدريد. ومن المتوقع ان يكون الزلزولي جاهزا للمشاركه في المباراه القادمه ضد فيتوريا غيماريش في دوري المؤتمر الاوروبي، والتي ستكون ضمن ذهاب ثم النهائي في حال لم يتمكن من التواجد في هذه المباراه، فقد يشارك في مباراه الدوري الاسباني القادمه ضد لاس بالماس في 9 مارس المقبل. الزلزولي كان قد اثبت نفسه كلاعب اساسي في تشكيله ريال بيتيس هذا الموسم، حيث اظهر امكانيات فنيه عاليه وساهم في اداء الفريق بشكل ملحوظ، ومن المنتظر ان يعود بسرعه في المشاركه مع الفريق ديالو بعد تعافيه من الاصابه. من جانب اخر يتابع جمهور ريال بيتيس حاله اللاعب بقلق، خاصه مع قرب المباريات الحاسمه في الدوري الاسباني ودوري المؤتمر الاوروبي، اذ ياملون في عوده الزلزولي باسرع وقت ممكن لتعزيز خط الهجوم. نهاية الأسبوع القادم ستكون حاسمة بالنسبة للزلزولي، حيث من المتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة في المباريات القادمة، وهو ما سيعزز خيارات المدرب بيليغريني في مواجهة الفريق المقبل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أيوب الكعبي المهاجم الدولي المغربي غيغيب على الماتش ديال الفريق ديالو أولمبياكوس ضد أيك أتينا نهار الأحد في الدوري اليوناني الممتاز برسم الجولة 25. المدرب ما عيطش ليه في القائمة بسبب الإصابة اللي تعرض ليها في الماتش اللي فات ضد نفس الفريق. الكعبي تصاب نهار الاربعاء اللي فات في الماتش ديال نصف نهائي كاس اليونان اللي انتصر فيه اولمبياكوس بنتيجه كبيره ب 6-0 على ايك اتينا. التقارير اليونانيه قالت باللي الاصابه ديالو كاينه في عضلات الفخذ الخلفيه
ديال الساق اليمنى، وراه غادي يدير فحوصات طبيه باش يعرف شحال غادي يغيب. لحد الساعه الفريق ديالو ما عطاش شي معلومه رسميه على مده الغياب ديالو. الكعبي هذا الموسم كيلعب دور مهم في الفريق، وسجل اهداف كثيره مع اولمبياكوس سواء في الدوري اليوناني ولا في المنافسات الاوروبيه. غيابه على الفريق غيكون مؤثر خصوصا في هذه المرحله المهمه من الموسم. الجماهير ديال اولمبياكوس والمغاربه كيتسناو يعرفوا الجديد على الحاله الصحيه ديالو، واش الغياب ديالو غيكون قصير ولا طويل. اولمبياكوس عنده ماتشات مهمه جايه سواء في الدوري ولا في الكاس، وغياب الكعبي يقدر ياثر على الاداء الهجومي ديال الفريق، خاصه وانه من بين الهدافين ديال البطوله هذا الموسم. مازال خصنا ننتظروا تاكيد رسمي من طرف النادي باش نعرفوا شحال من ماتش غادي يغيب عليهم. غادي نبقاو متابعين اي جديد على الحاله ديال الكعبي، وفور يخرج شي خبر رسمي من النادي غادي نشاركوه معكم المستجدات. أصبح التقرير الصحفي أن عبد السلام وادو المدرب السابق لفريق فيتا كلوب الكونغولي أصبح قريبا من التعاقد مع فريق مارمو غالانس الجنوب افريقي. واكد موقع SNL 24 الجنوب افريقي ان وادو قد اشرف على تدريبات الفريق منذ يوم الجمعه الماضي، حيث ينتظر استكمال اوراقه للحصول على تصريح العمل، مما سيمكنه من الجلوس على مقاعد البدلاء خلال المباريات المقبله. وكان عبد السلام وادو قد اعلن في شتنبر الماضي استقالته من تدريب فيتا كلوب الكونغولي بعد خسارة فريقه على ارضه امام FC سيتي لومبوش الجنوب افريقي ب2-0 في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كاس الكونفدراليه الافريقيه. ويذكر ان المدرب المغربي البالغ من العمر 46 سنه سبق له تدريب مولوديه وجده في سنه 2020، الا ان تجربته مع الفريق لم تدم طويلا وتمت اقالته بعد سلسله من النتائج السلبيه. حاليا يسعى وادو لبدء تجربه جديده مع مارمو غالانس في جنوب افريقيا، وهو الذي يمتلك خبره واسعه في الملاعب الافريقيه. من المتوقع ان يقدم اضافه قويه للفريق اذا تمت عمليه التعاقد بشكل رسمي. تجربه وادو مع الفريق الافريقيه قد تكون مفيده للفريق الجنوب افريقي، خاصه مع الامكانيات التي يمتلكها في التدريب وفهمه العميق للكره الافريقيه. دائما معكم في جديد قناتكم رضا واخبار، حيث ذكرت بعض التقارير الصحفيه ان بعض اللاعبين الذين يحملون جنسيات مزدوجه يحاولون الضغط على المدرب الوطني ودركراكي بطرق غير متوقعه، على الرغم من التغيير الذي طرأ على اسلوب عمل المدرب مع المنتخب المغربي. بلال نادير لاعب اولمبيك مارسيليا واخر اللاعبين الذين حاولوا جذب الانتباه عبر الغاء متابعه حساب المنتخب المغربي على وسائل التواصل الاجتماعي، خطوه اعتبرت بمثابه محاوله لاظهار غضبه لعدم استدعائه لصف اسود الاطلس في الوقت الحالي، رغم ان الجامعه المغربيه كانت قد اظهرت اهتماما بضمه في السابق الى المنتخب الاولمبي. ورغم هذه المحاولات يبدو ان دركراكي قد وضع حدا لهذه التكتيكات، حيث اصبح يفضل اللاعبين الذين يظهرون التزاما صادقا ورغبه حقيقيه في تمثيل المنتخب الوطني دون اللجوء الى اساليب الضغط او اللعب على الحبلين. يحرص دركراكي على استدعاء اللاعبين الذين يعبرون عن رغبتهم بوضوح في حمل قميص المنتخب المغربي، ويشدد على اهميه الالتزام والتفاني في تمثيل اسود الاطلس في كل مناسبه بعيدا عن التكتيكات التي كانت مستخدمه في الماضي. هذه السياسه تعكس تغييرات كبيره في طريقه تعامل دركراكي مع اللاعبين، حيث اصبح يفضل التركيز على اولئك الذين يلتزمون بروح الفريق ويظهرون رغبه حقيقيه في العطاء للمنتخب المغربي. اهلا بكم دائما في قناتكم رياضه واخبار. حسب بعض المصادر الناخب الوطني ودركراكي لم يتواصل مع اللاعبين مروان سنادي مهاجم اتلتيكو بلباو الاسباني وحمزه إيغامان مهاجم رينجرز الاسكتلندي قبل تحديد لائحه المنتخب الوطني المغربي التي ستواجه منتخبي النيجر وتنزانيا في مارس 2025 ضمن الجولتين الخامسه والسادسه من تصفيات كاس العالم 2026. وبينما ترددت اخبار في بعض وسائل الاعلام تشير الى ان دركراكي تواصل مع اللاعبين قبل استدعائهما، اكد المصدر ان هذا التواصل لم يحدث، وان المدرب الوطني لم يتصل بمروان سنادي ولا بحمزه إيغامان سواء بشكل شخصي او من خلال الطاقم التقني المساعد له. اعلان لائحه رسميه للمنتخب المغربي لمباراه تصفيات سيتم في الايام القليله القادمه، حيث سيعلن دركراكي عن اللاعبين الذين سيخضعون لمعسكر التحضير استعدادا للمباريات المرتقبه ضد النيجر وتنزانيا. مروان سنادي الذي يشارك في الدوري الاسباني مع اتلتيكو بلباو وحمزه إيغامان الذي يلعب في الدوري الاسكتلندي مع رينجرز يعدان من اللاعبين الذين يظهرون بمستوى جيد في بطولتهما المحليه، مما يثير اهتمام وسائل الاعلام والجماهير المغربيه بشان امكانيه استدعائهما للمنتخب. ومع ذلك لم يتلقى اي من اللاعبين اتصالا رسميا او غير رسمي من طرف الناخب الوطني او الطاقم التقني، مما يعني ان الحديث عن استدعائهما ربما كان مجرد تكهنات اعلاميه لم تؤكد بعد. الى جانب استبعاد تواصل دركراكي مع اللاعبين، يبقى السؤال حول ماذا اذا كان سيتم استدعائهم في المستقبل القريب، خاصه اذا استمروا في تقديم مستويات مميزه
مع أنديتهم، فقد يظل الأمر مفتوحا في حال قرر كراكي الاستفادة من إمكانياتهم في المراحل القادمة من التصفيات أو في المنافسات الدولية. في الوقت الحالي يبقى التركيز على الإعلان الرسمي عن اللائحة التي ستضم اللاعبين الذين سيشاركون في المباريات القادمة، مع ضرورة انتظار أي مستجدات بخصوص حالة سنادي وإيغامان.